السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو بتاعنا مميز جدا. هنعمل مربى المشمش مع بعض بأسهل طريقة، وازاي كمان تطلع معاكي باللون ده وبالشكل ده. بجد حاجة كده ما شاء الله. يلا نشوف الطريقة مع بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. بصي يا ست الكل، اول حاجة وانت بتختاري المشمش بتاعك تختاري الكمية المناسبة ليكي على قد ما انت تقدري. المشمش بتتراوح الاسعار بتاعته ما بين 20 و25 في السوق، وعند الفكهاني ب25. يعني في السوق ب20، عند الفكهاني ب25. اول حاجة بتجيبي المشمش بتاعك، بتغسليه كويس جدا من الاتربة اللي فيه. وبعد كده بتبتدي ان انت تقطعيه، تطلعي البذور اللي فيه. وطبعا انا هنا هسيب لكم المقادير بتاعك، المقادير بالجرام والكوباية في صندوق الوصف. طبعا انا هنا الكمية اللي مستخدماها كيلو ونص من المشمش، او حسب الكمية اللي انت حباها. كيلو ونص من المشمش. صفى معايا مشمش صافي كيلو وربع. ما طلعش معايا يعني كيلو وربع. بقى لو واحدة كده لقيتيها طرية اي حاجة تقابلك في السكة شيليها، ومتسيبيش غير المشمشة اللي هي ايه، اللي هي تبقى كويسة معاكي، ان هي تبقى ايه، ان هي تستحمل تقعد فترة طويلة عشان المربى بتاعتك تطلع. يعني ما تبقيش انت خادمة الحاجة وتيجي على حاجة بسيطة ان انت تعمليها. وانت بتنقي المشمش، نقي المشمشة الجامدة النظيفة. ما يكونش المشمشة الطرية. تكون المشمش بتاعك يكون متماسك. بتقطعيه وبتخليه من البذور. بعد ما بتخلي كمية المشمش كلها من البذور، يعني الكيلو ونص دول صفصفوا معايا على كيلو وربع مش صافي بدون بذور. طلع حوالي 128 جرام بذور بس كده. مع لو في واحدة طرية اي حاجة كنت بركنها على جنب. ببتدي ان انا اخلي بقى البذور بتاعتي كلها بالشكل دوت. والتقطيع اللي انت حباها، حابة تقطعيها 4/4 مفيش مشكلة، حابة ان انت تقطعيها مكعبات صغيرة مفيش مشكلة. طبعا بخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. وانت بتنقي بقى المشمش، اهم حاجة تنقي المشمش بتاعك يكون مشمش طازة وفريش كده، مش طري، علشان المربى بتاعتك تطلع معاكي مظبوطة 100%. طبعا المشمش بتاعي فيه جنب احمر، فهو اللي عامل معاكي اللون دوت. انما المشمشة معايا جامدة ومتماسكة. وطبعا انا خلصت الكمية اهي بالشكل دوت. كده طلعت صافي معايا. زي ما اتفقنا كيلو وربع من المشمش، هنزل عليهم ب3 كوبايات من السكر. وطبعا هسيب لكم زي ما اتفقنا المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوبايه، لو حابه تاخدي سكرين شوت علشان تشوفي تعملي الطريقه دي. وامشي بقى على الخطوات مظبوطه، هتطلع ما شاء الله احلى مربى، واحلى من اللي بنشتريها من بره مليون مره. بجد حاجه كده تحفه يعني. بصوا، طعم واو، خطيره جدا. حطيت 3 كوبايات من السكر. وطبعا ببتدي ان انا اقلبهم من فوق لتحت كده علشان اقلب المشمش مع السكر بتاعتي. طبعا ما بحطش اي ميه او اي حاجه. المشمش بتاعنا او المربى بتاعتنا هتستوي بالسوائل اللي بتنزل من المشمش. طبعا انا هسيبها ليله كامله. انت لو عايزه تسيبيها 6 ساعات مفيش مشكله، يعني ممكن تسيبيها، او ممكن تقعدي تقلبي فيها شويه كده، بس مش هتنزل كميه الميه كلها زي ما انتي هتسيبها كده ليله كامله. هتبصي تلاقي منزله معاكي سوائل كتير، وتلاقي المشمش بتاعك داب اساسا في السكر. هتسهل عليكي عمليه التسويه، ومش هتاخد وقت كتير معاكي في التسويه. طبعا انا خلصت بالشكل ده. هبيتها ليله كامله بقى. انتي لو مستعجله ممكن تسيبيها 6 ساعات، انما انا هبيتها ليله كامله هتسهل عليها في التسويه. وكمان مش هتاخد وقت مني في التسويه كتير. وهتبقى المربى بتاعتي دايبه كده، مش فيها اي قطع. يعني بصي بعد ما بيتها ليله كامله، ده الشكل بتاعها. طبعا شايفين المشمش بتاعنا دايب خالص اهوت. ونزل كميه السوائل اللي فيها. هجيب دلوقتي الحله اللي انا هحط فيها طبعا المشمش بتاعنا، وهنرفعها على النار لمده 45 دقيقه. طبعا شايفين المشمش بتاعنا نزل السوائل بتاعتنا كلها بالشكل دوت. وطبعا اي سكر يترسب منك نزليه وما تخافيش. وطبعا السكر ده في الاول وفي الاخر يرجع لك اختياري. انا حطيت 3 اكواب من السكر، تقدري ان انت تحطي 4، تقدري ان انت تحطي نص كيلو بس. بس انا حطيت 600 جرام من السكر.
وفي الاول وفي الاخر يرجع لك انتي حسب الحلاوة دي. السكر ده يرجع لك انتي عايزاه مسكر مفيش مشكلة، عايزاها اللي هي حلوة مفيش مشكلة. طبعا انتوا شايفين المربى بتاعتي اهي ان ابتدت ان هي تغلي من الجوانب، وبقلبها. طبعا اللون اللي هي القطع الحمرا دي ده جنب بيبقى في المشمشة بيبقى لونها احمر. شغالة تقليب. طبعا انا مش هشيل الريم دوت لان ده يعتبر هو العصارة بتاعة المربى بتاعتنا، فما بشيلش الريم ده غير لما بتوصل لمرحلة الغليان واحس ان هي استوت. طبعا اول ما بتغلي كده بوطي عليها النار وبسيبها بالظبط، ما بقعدش المربى بتاعتي على النار كتير، علشان كل ما بتقعديها على النار كل ما اللون بيغمق معاكي وهيبقى غامق معاكي. فاحنا بنسيبها بالظبط 45 دقيقة، وبعد 45 دقيقة نبتدي بقى ايه ان احنا نطفي عليها النار. بس الاول نختبرها علشان نشوف ان كانت المربى بتاعتنا استوت ولا ما استوتش. طبعا انا بكون من وقت للتاني بقلبها كده بالسبتيوله بتاعتي، وطبعا بهدي عليها النار علشان طبعا شايفين المربى بتاعتي يعتبر كده. بصوا بقت بيوريه معايا خالص، او زي ما انتوا شايفين وابتدت تغلى خلاص. هي كده خلاص. اي بقى قطع ببتدي ان انا اهرسها كده بالهراسة بتاعة البطاطس، او ممكن تضربيها ضربة بالهاند بلندر، او لو انت حابة ان هي يبقى فيها قطع مفيش مشكلة ممكن ان انت تسيبيها. انا عايزة المربى بتاعتي تكون المربى بتاعتي بيوريه، يعني ما فيهاش قطع بسيطة خالص. فهبتدي ان انا اهرسها بالهراسة كده بالشكل دوت، وهي كده بقت معايا يعني كويسة جدا. انا يعتبر كده القوام او الشكل بتاعها كده مظبوط معايا. هبتدي بقى ان انا اشيل الريم اللي في الجنب دوت مكان الغليان. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا مهديه النار خالص، واي ريم في الجنب ببتدي ان انا اشيله كده بالمعلقه بتاعتي بالشكل دوت. طبعا اول ما بحس ان هي استوت بطفي عليها النار، بس الاول بنختبرها بالسبتيوله بتاعتنا او بالمعلقه ونشوفها ان كانت استوت او ما استوتش. وحاولي طول بقى خلاص هي اول ما بتستوي بتهدي النار، الريم اللي بيطلع خفيف كده بتشيليه خالص علشان ما تريمش. واخر حاجه هنا طبعا عصير نص ليمونه. انا ما حطيتهاش في الاول، حطيتها في الاخر. منها تبقى ماده حافظه، وكده كده المشمش من الحوامض، بس يعني زياده تأكيد عصير نص ليمونه. طبعا ده قوام المربى بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين. هختبرها كده لو لا يعني المربى بتاعتي انجمعت على بعض تاني اعرف ان كده المربى بتاعتي لسه ما استوتش. طبعا المربى بتاعتي لسه سايله، فانا هسيبها كمان شويه لغايه ما احس ان هي ايه بقت متماسكه. اعمل الخط كده في الاسبتيوله بتاعتي ما يتشالش. طبعا لسه شايفين هي لسه طريه كده بقى خلاص. المربى بتاعتي استوت اهو، الخط اتعمل ما جمعوش على بعض. بالشكل ده تبقى انا اتأكدت ان المربى بتاعتي استوت. بسم الله ما شاء الله طالع القوام بتاعها تحفة، وريحتها كمان واو فظيعة. اول حاجة هنا طبعا البرطمانات اللي انتي هتحطي فيها بتبتدي ان انت تعقميها، تحطيها في مية مغلية وتشيليها باي حاجة، وبعد كده بتحطيها على طبق او في اي حاجة علشان تصفي المية بتاعتها وما تجيش ناحيتها خالص. كده احنا عقمناها عشان طبعا دي اللي هيقعد فيها المربى بتاعتنا. وطبعا اهم حاجة وانتي بتعبي المربى بتاعتك ما تستخدميش اي حاجة فيها مية، يعني المعلقة اللي هتعبي بيها او اي حاجة هتعبي بيها ما يكونش فيها اي نقطة من المية علشان ما يعملش العفن. ونتأكد من البطرمانات بتاعتنا ان هي مجففة تماما ما فيهاش اي مشكلة. وطبعا هتعبي الكمية بتاعتك. وطبعا في الاول وفي الاخر ممكن انتي تحطي الكمية بتاعتك في برطمانين بس، او ممكن تحطيها زي ما انا حطيتها كده في برطمانات النوتيلا. بجد بصوا قوام رهيب
وريحة ما شاء الله، ريحة فظيعة. طبعا بعد ما بخلص تعبية البرطمانات بتاعتي كده، ببتدي امسح البرطمانات بتاعتي من اي نقط نزلت عليها كده، واحاول ان انا انضفها بمنديل علشان طبعا يفضل الشكل بتاعها كويس. طبعا خلصت الكمية هي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا حاجة كده ما شاء الله تحفة، والله العظيم الكاميرا ظلماها لون برتقاني وطعم رهيب، حاجة كده تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة.